كل سنة وانتم طيبين وبخير. المكون الأساسي والرئيسي معانا على السحور طبق الفول الجميل اللي بالزيت وبالليمون وبالطحينة، طعمه تحفة اللي بيسند معانا بقى كده في الصيام. تعالوا اقولكم عملته ازاي، بس الأول لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس. هنجيب نص كيلو فول، نغسله كويس وننقيه وننقعه في مية سخنة، نحط عليه معلقة سكر وعصرة ليمونة. الليمون ده عشان خاطر ما يخليش لونه يغمق معانا، والسكر عشان يخليه يستوي بسرعة. ده بعد ما نقعناه 6 ساعات وغيرنا المية بتاعته كذا مرة. هنحط بقى دلوقتي، هنجهزه بقى عشان خلاص نحطه على النار ويستوي. هنجيب الدماسة، او لو مفيش دماسة ممكن حلة تكون محكمة الغلق، او حلة الضغط برضو تبقى حلوة اوي في تدميس الفول. هنحط نص كيلو الفول في الاول خالص، وبعد كده نحط عليه جزراية مبشورة، وهحط عليه معلقتين فول مدشوش ومعلقتين عدس اصفر ومعلقتين قمح بليلة. الاضافات دي بتخلي طعمه حلو جدا، وبتدوب اصلا ما بتبانش معاه بعد ما يستوي، مش بتبان بس بتديله طعم حلو قوي. مش هنقلبهم، هنخليهم على الوش عشان دول بيستووا بسرعة جدا. لو اتقلبوا هيتحرقوا من تحت، وهيستووا قبل ما الفول يستوي هيتحرقوا من تحت، فاحنا هنخليهم على الوش، هنقلبهم بس بعد ما يستوي. هنحط المية بس مش هنملى القدر على اخرها، هنملى 3/4 بس، وهنخلي الربع الاخير دوت فاضي. اهميه النقع اللي احنا نقعناه دوت، ان احنا مش بنقعد نضيف له ميه وهو بيستوي على النار خالص، احنا بنحطه بننساه. بنحطه 4 ساعات تقريبا، بيستوي في حدود 4 أو 3 ساعات. مش بنضيف له ميه خالص طول ما هو بيستوي، لان احنا نقعناه وشرب ميته بما فيه الكفايه. بعد ما يغلي اول غلوتين على العين الكبيره، هننقله على عين صغيره وهنوطي عليه خالص زي الشمعة كده بالظبط، ونسيبه بقى 3 4 ساعات كده، ننساه على البوتاجاز. بعد ما استوى بقى هوريهولكوا اهوت، دايب خالص، مش محتاج اصلا يتهرس بالشوكة ولا اي حاجة خالص، دايب جدا ولونه فاتح وجميل. لونه مش هيغير معانا عشان خاطر احنا حاطين عليه ليمون واحنا نقعينه. وممكن بعد ما نطفي عليه نعصر عليه عصرة ليمونة. بعد ما نطفي عليه على طول نعصر عليه عصرة ليمونة كده ونسيبه، ونقلبه طبعا ونسيبه هو في القدرة زي ما هي. بصوا دايب خالص ازاي، انا هرسه بالهراسة اكنكم عاملينه بالهاند بلندر، اصلا طعمه بجد حلو قوي. جربوه قولي لي رايكم فيه ايه. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، والهنا والشفا. حطوا بقى عليه الاضافات اللي انتوا عايزينها، انا حطيت طحينه وزيت زيتون وكمون وفلفل اسود وكزبره وليمون. ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها وبخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبخير.